أستاذ إبراهيم بيقول إيه رأيك بدور الإعلام المصري؟ ليه ما بيرفع الوعي وبينقل همومنا وأوجاعنا وإيه؟ لأن الإعلام يا أستاذ إبراهيم ممول، وكل يغني على ليلاه. أنا البرنامج بتاعي بيجيب قد إيه إعلانات للقناة؟ الدولة قالت لي أقول إيه؟ أوكي؟ إنما مش يعني انا ما بسمعوش بصراحه، اللي هو نشأة الديهي ده، لان ما بقتنعش بيه. وانا بيني وبينك يعني انا منزل حمله برضه على الصفحه بتاعت ترحيل اللاجئين مطلب المصريين، نقطع كل البرامج دي كلها. عمرو زبيب واحمد سو موسى وسمك، حتى اسامه كمال كنت بحترمه ما بقتش اتفرج عليه. كل الناس دي ما تتفرجوش عليها، الناس دي مجرد طبلجيه. واستاذ ابراهيم انت اللي ماسك الريموت في البيت ولا ايه؟ انت اللي ماسك ريموت التلفزيون يا باشا. يا رجاله، الرجاله اللي موجوده هنا، هو في ايه؟ انا ما كنتش ابقى راجل في بيتي انا ما اقعدش فيه. احنا كبرنا، اهالينا الرجاله هم اللي بيقولوا ده وده لا. انا اللي ماسك الريموت وانا اللي بقول ده رايح فين وده يجي منين. والا هبقى زي الطربوش اللي انا كنت لابسه امبارح. في ناس تقول لي انت ست دمك خفيف لا، انا ليا وش تاني لما بيطلع. آه... لا 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 يا استاذه بلقيس، لا. بص يا استاذه بلقيس، الست دايما هي الست. الست دايما ست. ان ما كانش الراجل اللي معاها يملى عينها ويبقى راجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذه امل. ان ما كانش الراجل اللي معاها يملى عينها وتبقى راجل، ومش راجل انه يشخط وينطر ويعمل الكلام العبيط اللي، لا مش ده الراجل. الراجل حاجة تانية خالص. وعشان كده احنا عندنا العيال اللي في الشوارع دي، عشان ما فيش راجل في البيت للأسف. فالراجل حاجة تانية خالص غير الزعيق والشخيط والدبدبة والحاجات دي، لا طبعا. وفي فرق ان انا كقائد البيت استشير زوجتي، وان انا امشي كلامها. فرق كبير. يعني انا يعني قعدت فتره على بال ما لقيت حد مصري اتجوزه. انا عايز لما اتجوز واحده، او لما اتجوز اللي كنت بضاء، ان هي تغير لي فكره في دماغي. مش تقول لي حاضر يا سي السيد. لا انا ما احبش حاضر يا سي السيد دي. لازم يبقى فيه حوار. مفيش حوار يبقى زي الفازة، احطها هنا ارجع الاقيها، احطها هنا ارجع الاقيها. لا اكيد طبعا حاجة زي دي ما تناسبنيش انا كحسن يعني. anyway في اي حد. ما هو استاذ محمد يعني من غير ما احنا ما هنتحرك ما فيش حد هيتحرك. بس ده اللي انا بقوله بقالي فترة كبيرة يعني. واللاجئين اصبحوا خطر على عيالنا نفسهم يعني. النهارده الواد دوت انا عمال افكر الواد ده راح فين. هعديها المرة دي. من ايه اللي بيحصل بالظبط يا استاذ ابراهيم؟ ايه هو اللي بيحصل بالظبط؟ تقصد ايه؟ ما في حاجات كتير قوي بتحصل. اوكي. اولا الحكومه مجبره عليها.
ايه هو بالظبط اللي انت قصدك عليه بيحصل؟ مدير المدرسة اللي اتحرش بالبنت الصغيرة، هو مين اللي كان بيصوره؟ يا باشا تفاهة الإعلام الرسمي قطعه. بس ما هو لما أنا وأنت بنتفرج على الإعلام ده، هو بيجي لهم إشارة كام تلفزيون بيتفرج على الراجل ده، كام تلفزيون فاتح على الراجل ده. فهل البرنامج ده يستمر أو ما يستمرش؟ الاعلانات اللي بتيجي على البرامج دي بتيجي الاتفاقات عليها وغاليه جدا، الاعلانات الكوميرشال يعني، السمنه وما السمناش والحاجات دي كلها. بيشوفوا البيوت اللي بتتفرج على الراجل ده قد ايه، عشان كده بيروحوا يتعاقدوا على الاعلان. ده بدايتها، وهم اللي بيصرفوا على البرنامج. فلما نقاطع البرامج دي وما يجيلهمش اشارات ان احنا بنتفرج على البرامج دي، الاعلانات مش هتروح للبرامج دي، فهيقفلوا البرنامج. ما هي كلها فلوس. كل اللي انت شايفه ده يا استاذ ابراهيم مصالح وفلوس بس. فهو ده الحل، ان احنا نبطل نتفرج على الناس دي. انا بتفرج على عمرو زبيب انا بيتحرق دمي، اتفرج على موسى يتحرق دمي، اتفرج على ده بطل. حتى اسامه كمان اللي كنت بحترمه بطلت. فانت اللي ماسك الريموت يا استاذ ابراهيم. موضوع اللاجئين، انا خلاص، انا صوتي اتنبح. مين فيكو عمل حوار اللاجئين؟ مفيش. مين فيكو عمل الفيديوهات؟ قليلة جدا. فهم مستمرين. النهارده هو العيال بتتخطف ويتحرش بيها، وده وده وده. ربنا يستر علينا. ما هو انا لوحدي